يا اخوانا، موقف مشرف قوي للتوانسه هيتكتب بحروف من نور في كتب التاريخ، وهي قافله الصمود. قافله الصمود من تنظيم منظمات وطنيه وحقوقيه تونسيه. القافله دي هتكون قافله بريه باذن الله، هتنطلق يوم 9 الشهر ده، يعني كمان كام يوم. هتنطلق من تونس لليبيا، بعد كده لمصر، بعد كده لرفح المصريه، عشان يعملوا اعتصام قدام معبر رفح. بعد كده هينضم لهم حقوقيين من كل دول العالم ومن كل دولنا طبعا باذن الله. هدف القافله دي او هدف المظاهرات دي باذن الله هي وقف الاباده الجماعيه، ادخال المساعدات لاهلنا في غزه، وانهاء الحرب بشكل كامل باذن الله تنجح. وطبعا في ناس بتتفلسف كتير وبتحب تقعد تنظر، تقول لك طيب هل تونس او السلطات التونسيه هتسمح بخروج القافله من تونس؟ طيب هل الطريق في ليبيا آمن؟ طب مصر هترضى تدخلهم؟ طب بعد ما يعملوا كل ده ويعتصموا ويوصلوا رأيهم للعالم كله والناس كلها تسقف لهم وبرافو، إسرائيل أساسا هترد عليهم ولا هتسمح لهم بالكلام ده؟ الله يسترك، نقطونا بسكاتكم. احنا كلنا قاعدين في بيوتنا تحت التكييف مزاجنا عنب، لو واحد فينا جه من بره ولقى الاكل مش جاهز لسه 5 دقايق لما يجهز بيعمل فضيحه. تمام؟ فالله يستركم، نقطونا بسكاتكم وخلونا ساكتين. ومع كامل احترامي واعتذاري لابو القاسم، معلش هحرف كلمه واحده بس: اذا الحق يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر، ولا بد للقيد ان ينكسر، ولا بد لليل ان ينجلي. لخبطت اخر اتنين. تمام؟ تحيا فلسطين، تحيا تونس، الله ينصركم. وباذن الله القافله دي تنجح، وباذن الله توقف الحرب، وباذن الله تقف الاباده دي كلها، ويقف القرف اللي احنا بنشوفه ده كله. تحيا فلسطين، تحيا فلسطين، تحيا فلسطين، الله ينصركم. تحيا تونس حبايب قلبي، اتمنى ان هي تنجح وكل الدول تشارك فيها باذن الله. سلام.